معلومات تهمك جدا لازم تعرفها. بعض الأمور التي تساعد على التخلص من الطاقة السلبية وتضعف الشياطين داخل المنزل: 1. نظافة دورة المياه، لابد أن تنظف بشكل مستمر والتخلص من الروائح الكريهة. 2. تنظيف دورة المياه وتطهيرها قبل النوم. 3. الحرص على إغلاق باب دورة المياه باستمرار. 4. عدم تعليق الملابس في دورة المياه، فإبقاء الملابس ليلة كاملة في دورة المياه ستمتلئ بالطاقة السلبية وبالتالي يصعب التخلص منها إلا بعد وضعها مدة في الشمس. 5. الملابس المتسخة يجب أن تكون في سلة خارج دورة المياه. 6. يجب إبعاد العطور عن دورة المياه وعدم تبخير دورة المياه. 7. عدم التحدث داخل دورة المياه لأي سبب كان. 8. لكل فتاة تبكي بالحمام: اعلمي عزيزتي، بكاؤك في دورة المياه بمثابة دعوة منك وترحيب لدخول الشياطين وتلبس الجن بجسمك وبالتالي تأخر في رزقك وزواجك. 9. كل 3 أيام افتحوا الأبواب والنوافذ وشغلوا سورة البقرة، وسوف تلاحظون فرق بنفسك وبأهل البيت من ناحية الأمور النفسية والتعامل. 10. لا تجمعوا الأغراض أبدا تحت السرير أو فوق الدولاب، بل رتبوها داخل أدراج مغلقة. 11. لا تبخروا المنزل والنوافذ مغلقة، بل افتحوها. 12. لا تكثروا من المرياه في المنزل، وإن وجدت مراية فأفضل مكان لها عند المدخل. 13. لا تجلسوا في مكان قد قام منه صاحبه للتو. 14. تنفسوا تنفس عميق عند استيقاظكم من النوم، وقبل النهوض أنطقوا البسملة وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. 15. اجعلوا وقت النوم ثابت منتظم وأن يكون في الليل. وفي النهاية لا تتركوا قراءة سورة الملك قبل النوم، فهنيئا لمن جعل قراءته عادة له. أخبروا بها من تحبون، ولئني أحبكم أخبرتكم بها. اللهم اجعلها صدقة جارية عني وعن والدي وعن كل من يطبقها. علق بالصلاة على شفيعكم يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.